قمر رحيلي من الأغاني الجميلة جدًا للفنان محمد منير. الأغنية دي من كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الرحيم منصور، ومن ألحان الملحن والموسيقار الكبير أحمد منيب. حقيقة زي ما اتكلمنا قبل كده عن الكاتب والشاعر الغنائي عبد الرحيم منصور، إن هو كان من الكتاب المميزين جدًا اللي ليه أسلوب معين في الكتابة، وفي مفردات معينة هو بيتميز بيها في الكتابة ما تلاقيش حد غيره بيستعملها، وتقدر إن أنت تعرف الأغنية إنها من تأليف عبد الرحيم منصور من غير ما تشوف اسمه مكتوب عليها. أما بقى الألحان الجميلة بتاعة الموسيقار أحمد منيب، فهو طبعًا إحنا اتكلمنا عنه كتير تقريبًا في كل الفيديوهات اللي عملناها قبل كده، وإحنا عارفين الفنان أحمد منيب إن هو موسيقار ومغني من النوبة أصلًا، فبالتالي الألحان بتاعته متأثّرة البيئة بتاعته، وبتعتمد على الإيقاعات النوبية والسلم الخماسي في الأساس. وطبعًا علشان الألبوم دوّة كان من الألبومات اللي تعاون فيها فرقة يحيى خليل مع الفنان محمد منير، فكان طبعًا الأسلوب بتاع فرقة يحيى خليل اللي هم بيلعبوا أساسًا موسيقى جاز، كان بيدّينا touch رائع جدًا بيخلّينا إن إحنا نستمتع بسماع الأغنية اللي زي أغنية قمر رحيل. اسمع معايا التنفيذ الموسيقي واللحن الجميل اللي معمول هنا في الأغنية ديّة. الحقيقة يا جماعة أنا ما باقدرش إن أنا أعرض أجزاء كبيرة من الأغنية علشان حقوق الملكية، والموضوع دوّة الحقيقة مكتّفني تكتيفة جامدة جدًا. وبالمناسبة دي عايز أقول لكم على معلومة، الفيديوهات بتاعتي الحقيقة في اليوتيوب بيعتبروها إنها فيديوهات غير محققة للربح، يعني ما بينزلش عندي إعلانات، ما بعد كده لمّا القناة تتفعّل مش هيجيب لي أي نوع من أنواع الربحية، بس أنا مبسوط جدًا بالموضوع دوّة لإن أنا باعمل حاجة أنا باحبها. لو حبينا إن إحنا بقى نتكلم عن الأداء بتاع الفنان محمد منير في الأغنية ديّة، هنقدر إن إحنا نكتشف الآتي: هو كان قبل كده عمل 4 ألبومات، في الألبومين الأولانيين كانت يعني الشخصية بتاعة النجم لسه ما كانتش اتبلورت أوي. في ألبوم التالت اللي هو السابق لدوّة، اللي هو ألبوم شبابيك، كان تقدر تقول إن الفنان محمد منير بدأت شخصيته اللي إحنا عارفينها تتبلور بنسبة 80، 90%. في الألبوم ده هو بقى محمد منير اللي إحنا بنسمعه من أيام شبابيك لغاية النهارده. ما شاء الله حاجة جميلة جدًا، ومتعة كبيرة جدًا إن إحنا نسمع أغاني الفنان النجم الكبير الرائع محمد منير.